من غير تلفزيون ومن غير كهرباء هتقدر تلعب اتاري واللعب بتاعت الزمن الجميل. معانا النهارده جهاز كنترولر جيم باد، وده اللي هيفكرنا بايام الزمن الجميل والالعاب اللي احنا كلنا بنحبها. وزي ما انت شايف كده المنتج عباره عن دراع وكمان فيه الشاشه بتاعته. ولو انت اول مره تشوفني ما تنساش انا رامي حموده، اعمل لي متابعه واعمل لي لايك وقول لي رايك في الكومنتات والفيديو ده يطلع اكسبلور. ويلا بينا نشوف المنتج ده عامل ازاي. لقينا جوه العلبة الجهاز الجميل وكمان الكتالوج والكابل بتاع الشاحن بتاعه. ايوه بيشتغل ببطارية وشحن. وكمان المفاجأة لو انت عايز توصله على التلفزيون في شاشة كبيرة تلعب عليها، هتوصله يا معلم بالكابل ده على الشاشة بتاعتك عادي جدا. يعني هتقدر تلعب على الشاشة الجميلة بتاعته وانت بره البيت في اي مكان، وكمان وانت في البيت هتقدر تلعب على الشاشة الكبيرة. مستعدين نلعب بالجهاز ونشوف الالعاب بتاعت الزمن الجميل؟ يلا بينا. وهي دي بقى محتويات العلبة. وشكل الجهاز اللي معانا انسيابي وجميل وشكله فعلا تحفة. فكرة ان الشاشة بكواليتي كويس جدا لازقة في الدراع دي فكرة رهيبة بصراحة. ولو واخد بالك مكان الانالوج او الهزاز حطيت لك السماعات بتاعت الجهاز، فدي فكرة حلوة. ومن الظهر فيه الكفر بتاع البطارية بتاعته، على فكرة دي بطارية نوكيا وكانت في العلبة وانا حطيتها لكم يعني. ومن فوق زرار الباور ومدخل الشاحن بتاعه وكمان المدخل بتاع كابل التلفزيون. ويلا بينا نشغله. هيخيرك ما بين اللغة الصينية والانجليزية، طبعا انت عارف انت هتختار ايه يعني. اخترنا اللغة الانجليزية واتفاجئنا ان الجهاز فيه 520 لعبة. حرفيا كل الالعاب اللي كنت بتلعبها زمان بتفكرك بالايام الجميلة هتلاقيها في الجهاز ده. وخصوصا بقى اللعبة اللي انا هجيبها لكم وهي سوبر ماريو. فعلا لعبة بحبها جدا، بس بصراحة يعني بيني وبينكم عمري ما كسبت فيها. بالنسبة لي الجهاز ده مش للصغيرين بس، فعلا للكبار برضو كتسلية. زي ما انتم شايفين حتى وانا كبير برضو خسرت. وده منتج يستحق الشراء. فين اللايك بتاعك؟